السلام عليكم. الدكتور أحمد كريمة في ظهور غريب ليه كالعادة، يعني أولا مع مذيعة متبرجة بصورة غريبة جدا، وبعد كده يتكلم في كام نقطة أغرب. ظهورك مع مذيعة زي دي كده بالصورة دي معناه إنك مش بتنكر حاجة زي كده، على الأقل قدام الناس توضح إن الحجاب فرض على كل مسلمة بالغة، يعني من باب إنكار المنكر بس علشان اللي هيتفرج عليك ما يفتكرش إنك موافق على المذيعة عاملاه. المهم بقى الأغرب كان تعليقه على بعض الشخصيات اللي ظهرت قدامه، اللي كان من ضمنها الدكتور عبد الله رشدي وتوني خليفة وعادل إمام. فالمصيبة إن كان عنده توني خليفة وعادل إمام أفضل، أو بالنسبة له هو أحسن من الدكتور عبد الله رشدي. ووضح الدكتور كريمة إنه سبب اختلافه مع الدكتور عبد الله رشدي إنه مخالف لرأي الأزهر في كلامه على النصارى. فأنا حبيت بس أقول له من الأول، أنت زعلت من واحد بيتكلم عن النصارى زي ما ربنا سبحانه وتعالى جاب في القرآن، وما زعلتش إن واحد كذب كلام ربنا سبحانه وتعالى وكذب القرآن. الدكتور عبد الله رشدي ما قالش اكتر من الكلام اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن عن النصارى، لكن نيجي لواحد زي توني خليفة بيكذب القرآن وبيكذب كلام ربنا سبحانه وتعالى، وبيقول ان سيدنا عيسى عليه السلام اتصلب، مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. توني خليفة بيقول ان سيدنا عيسى عليه السلام اله مش نبي، او ابن الاله مش نبي، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن واذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فأظن تصريحات الدكتور كريمة دي محتاجة تتراجع، وبالأخص كلامه عن النصارى، غير إن الدكتور عبد الله رشدي ما خالفش منهج الأزهر في موضوع النصارى ولا كلامه عن النصارى في أي شيء. وبعدين الدكتور عبد الله لا قال موتوهم ولا قال عملوهم وحش، ولكن كان بيوضح معتقده في النصارى. وأشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا، بنورك أشرق الإيمان فينا.